بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازاي انا استخدمت المقشه في تقصير العباية الى انا مفيش عندي متر او حاجه ان انا اثبت بيها القماشه وانا بقيس، فانا كنت عايزه اقيس واظبط الاطوال مع بعضها. فاعمل ايه بقى؟ قلت عايزه حاجه تعمل لي خط مستقيم، هعمل ايه؟ المهم دلوقتي انا هقول لكم بس الاول ان انا عايزاه عشان نقصر اي عبايه، فان كان رجالي او حريمي. اول حاجه نظبط الباط على الباط علشان نظبط من تحت الباط كده واحنا نازلين لتحت، نشوف الطول بالظبط معانا قد ايه. ان نظبط القماش حلو وما يبقاش فيه داخل هوا ولا اي حاجه، عشان يبقوا مظبوطين الناحيتين على بعض. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بقيسهم على بعض و واي هوا نطلعه خالص. زي ما انتم شايفين كده نظبطهم. نعمل ايه كمان يا ولاد؟ بصوا هنا في جنب طويل وجنب قصير. نعمل ايه بقى عشان نظبطه؟ نجيب بقى المقشه اللي هي بطل حلقتنا النهارده. إيه نحط المقشه كده على الديل ونجيب قلم رصاص او ماركر، اي حاجه بقى احنا بنعلم بيها، ونقيس على الطول اللي احنا عايزينه بالظبط. انا جبت المازوره بتاعتي وقست من تحت البط لاول الديل وللنص وللاخر. هنا شوف انا هقصر قد ايه. انا هنا بقيس بالقلم بس علامه قدامي علشان ابقى عارفه او انا بقص ان انا بعمل ايه بالظبط يعني. المهم المقشه هتظبط معانا الطول يعني لو عندنا اي حته خشبه حتى اي حاجه بس تكون معانا ايه نقيس بيها بس يعني ان احنا نعرف ناخد خط مستقيم. ولو معانا المازوره نقيس من تحت الباط للديل، من تحت الباط للنص، من تحت الباط للاخر، عشان يبقى الطول معانا مظبوط. وبس كده. المهم ان كمان الكم كان عندي هنا طويل قوي، فعايزه اقصره. طبعا لو قصيت منها مش عارفه اظبطه بنفس الكفاءه اللي هي جايه بيها. ولو رفعت الباط من فوق، الكتف قصدي، من فوق برضو مش هيبقى مظبوط معايا ومش هيكون شكله كويس، لان في بنط خياطه كده في الكتف برضو مش هنعرف نظبطه يعني 100% قوي زي ما هو جاي. تمام. فانا هجيبها زي ما انتم شايفين، بقلب الاسوره لجوه وبخيط الحته دي من جوه وبس كده. بتكون الحته بقى الزياده دي جوه. وممكن نستخدم الحكايه دي على فكره كمان في تقصير بنطلونات، في تقصير كم جاكيت، اسمه ايه، سوشيرت، اي حاجه زي كده. ممكن نستخدم هذه الطريقه العبقريه. تمام. انا عندي كمان الزرار جاي بالعكس يعني، وهو بتيجي تركبه كده مش جاي على الايد بالظبط، فبيبقى متعب شويه. فانا قفلت العروه ونقلت الزرار الناحيه التانية. كل ده هعمله معاكم في الحلقه النهارده، في الفيديو النهارده ان شاء الله. الدواسه بقى ديت اسمها دواسه خط الرجل. ما كنتش فاهمه اصلا يعني ايه خط الرجل، بس لما فهمت بقى وانا بستخدمها فانا قلت ايه، انا لازم استخدمها عشان اعرف ايه الدواسات الغريبه العجيبه دي. فطبعا زي ما انتم عارفين ان انا بستخدم معاكم كل الدواسات. فالمهم هسيب لكم كمان الفيديوهات كلها في قائمه التشغيل كده، وانزلها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف تحت. خط الرجل اللي هي ايه بقى؟ الدواسه دي زي ما انتم شايفين اهي، هي دي خط مستقيم، ما ينفعش نستخدم عليها زجزاج. لو استخدمنا عليها زجزاج هتتكسر الابره، لان طبعا مش هينفع، لان هي خرم واحد بس، مش مفتوحه كده عريضه زي بقيه الدواسات. في كام دواسه بالشكل ده عشان ايه نظبط التانية على قد ما احنا عايزين بالظبط. تمام. هي بتمشي معانا كويس كده زي ما انتم شايفين. انا كمان هوريها لكم وانا بستخدم الكم كمان، لان الحته دي ما جاتش معايا وانا بعملها في العبايه نفسها. جات يعني بس ما جاتش وانا بتشاور عليها. والراجل جاي دلوقتي يبيع جنب ليمون، والله حاجه جميله بصراحه قوي يعني. يعني قاعد من ساعتها ومستنيني اول ما اجي اتكلم ربنا يكرمه ويجي. ما علينا، بس انا هكمل علشان العيال زمانهم داخلين وانا عايزه اخلص الفيديو الصراحه يعني، عشان انا وعدتكم ان انا هعمل لكم كل الحاجات دي، فانا مش عايزه اتاخر عليكم اكتر من كده. المهم ده شكل اللي اتعمل وده شكل اللي ما اتعملش. شايفين؟ اول حاجه ان احنا بنعمله ايه، بدبس بالابر زي ما انتم شايفين كده على اخر الحته اللي انا عاوزاها، علشان لما اجي اعمل الخياطه تبقى ماشيه على الخط ده بالظبط، اللي هو ده خط الرجل اللي بقول لكم عليه، ان احنا نمشي بالظبط على على التكه اللي احنا عايزينها. والدواسه بتخلينا نتحكم في الموضوع ده. على فكره كنت بسمع فيديوهات كتير يقولوا الحاجات دي، ما فهمتهاش غير لما جربت بنفسي بجد. بجد بجد حلوه، هتعجبكم قوي اهي. هوريها لكم بقى دلوقتي وانا شغاله والكاميرا اتقلبت. اقلبوا التليفون الناحيه التانية لو هو مقلوب عندكم زي ما هو مقلوب عندي دلوقتي. إيه اما انا هقلب التليفون علشان اعرف اسجل برضو علشان اشوف عشان ابقى عارفه انا بقول ايه. شايفين بقى الوقت اللي الخط ماشي على الخط بالظبط. اهو الدايره في النص بالظبط. احنا لازم نعمل فرماتوره كده في البدايه وفي النهايه علشان نظبط الدنيا يعني. تمام.
القماش عايزنا نشد، فانا مش عارفه اشد وانا ماسكه بايدي التانية، لان الستاند زي ما انتوا عارفين بايظ. وعلى فكره جت لي فكره عبقريه هصلح بيه الستاند معاكم ان شاء الله. انا شديت دلوقتي عشان اظبط معاكم، وبعدين ايه رجعت لكم تاني. تمام اهو، نظبط ونقفل على طول. تمام، بس خلاص ده كده خلصت. عشان انا طبعا مكنتش عارفه اصور وانا بقى ماسكه التليفون زي ما قلت لكم. عموما دي شكلها من بره. انا استخدمت ايه؟ انا هنا راح اعمل ايه يا جدعان؟ انا والله الواحد بقى مسطول ولا ايه؟ انا راح تقريبا راح اقفل العروه ولا ايه؟ ثواني انا معاكم هشوف بس إيه. ايوه هنا راح اقفل العروه. فتحت على الزجزاج رقم 3، على اي بقى غرزه زجزاج عايزينها فبنعملها وبنقفل العروه عادي. شلت طبعا دي لان العمايل العروه مش هتنفع خالص باللي بدي، لان ديت مش هينفع عليها زجزاج. زي ما قلت لكم هنستخدم اي دواسه تانية. استخدمت الدواسه البلاستيك دي علشان القماشه دي بتزحلق، والقماشه البلاستيك الدواسه البلاستيك بتخلينا نتحكم شويه. فانا هنا حطيت الزرار عشان اشوف العروه هتكون مكانها فين، لان انا عملت الزجزاج خلاص قفلت العروه. تمام، ده بقى دي دواسه العراوي عشان اعمل العروه. بس راسها والف سيف ان هي ما تشتغلش معايا النهارده، ليه ما اعرفش. المهم انا هقول لكم على الفكره وخلاص. احنا بنحط الزرار هنا فوق، وبنحطه بنركب الدواسه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. تمام، في عندنا بقى حته كده بتبقى نازله من الدواسه، مش من الدواسه. انا هوريها لكم وانا بركب علشان مش هعرف اقول كده لما تكون قدامي. تمام، احنا لما بنحط الزرار على فكره كده وبنقفل عليه بيعمل لنا العروه على قد بالظبط الحته اللي احنا عايزينها. انا هنا عملت ايه بقى؟ قاعده بركب في الدواسه واجيبها من هنا واوديها من هنا وتعلق معايا وكل ده، وفي الاخر برضو مش عايزه تشتغل معايا. فانا بقى في الاخر خالص عملت العروه بالزجزاج العادي خالص. لو عندنا اي مكنه زجزاج تكون الابره متحركه بنختار اي غرزه. انا اخترت غرزه عندي هنا في المكنه دي رقم، استنى اما اشوف لكم كام علشان انا مش فاكره، 28. اخترت غرزه 28 وقفلت حته سطرين قصاد بعض، وفتحت بالعروه باللي هي الفتاحه بتاعه الزراير، اللي هي الفكاكه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. المهم شكلنا مطولين في الحته ديت، معلش خلاص. انا هنا اهوت هخلص وهنقل بقى على الزرار. كمان هوريكم تركيب الزرار ازاي. الزرار ما شاء الله كان سالك معايا النهارده وركب معايا بسرعه. عموما لو هتسالوني على المكنه، في ناس سالتني على المكنه، يعني هي مكنه كويسه مميزاتها حلوه جدا، لكن في بعض الاقمشه مش بتمشي معاها. معلش عشان الجرس بيضرب، بس هشوف مين وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما فتحت الباب. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنركب الزرار تقريبا. ايوه، اهم حاجه واحنا بنظبط الزرار نحط العروه، عروه لا اله الا الله، ركزوا يا جدعان. نحط الزرار تحت الدواسه كده ونظبطها، ونحرك الابره يدوي علشان نشوف الغرزه. احنا بنجيبها على رقم 3، نحركها يدوي بايدنا قبل ما نشغل الدواسه علشان نتاكد اذا كانت ماشيه في مكانها صح ولا لا. الزجزاج بيتحرك من الخرم ده للخرم ده ولا لا. ده بقى الزرار ده فيها من ورا. معلش رجعت تاني. المهم ان السنون ديت بنتكع منها الناحيه اللي بتبقى متغطيه ديت لما بتكون الدواسه مرفوعه لفوق وبنخيط، التانية العكس. تمام، او ممكن العكس مش فاكره. المهم ان هو كده، واحده الخياطه واحده كده، واحده بترفع معانا الكروشيه لفوق علشان نخيط بيه كويس ويتحرك معانا ايه القماش. واحده تانية اللي هي بتعمل ايه، بتوقف الزرار علشان لما بنيجي نركب الزرار، يعني بتثبت الدواسه ما تقعدش تحركها رايح جاي. وكمان بتنفع معانا في التطريز برضو، لو بنطرز بتبقى حلوه برضو في التطريز. السلام عليكم بقى.